الخاص بالكابتن أحمد شوبير بوقف برامجه على قناة الحياة. التقرير أوصى باستمرار برامج شوبير على قناتي الحياة 1 و2. أهم ما جاء في التقرير هيئة المفوضين إنه الكلام اللي قاله شوبير هو تعبير عن الرأي، وإنه لا يصح إغلاق قناة أو محطة أو برامج أو بسبب تعبير عن الرأي، لأن حرية الرأي مكفولة طبقا للقانون والدستور، وإنه إذا كانت هناك مخالفات منسوبة لشوبير من جانب مرتضى منصور مكانها النيابة العامة والقضاء الجنائي، وأنه ما زالت هذه القضية أمام النيابة العامة لم يفصل فيها، وبالتالي القضاء الإداري مش مكان إنه يحاسب أي جهة. لو في الأهم كمان يا حمدي في نقطة مهمة جدا، إن المخالفات المنسوبة لشوبير لا تعد سببا كافيا أو سندا كافيا. حمدي عايزين نقراها بالنص زي ما هي موجودة. واستند تقرير مفوض الدولة إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بأي وسيلة، وأن المخالفات المنسوبة لأحمد شوبير ما زالت قيد التحقيقات، وأن النيابة العامة والقضاء الجنائي هما المختصان بتقييم هذه المخالفات التي لا تعتبر سندا أو سببا كافيا أو قويا لإيقاف برامج أو غلق قناة، وأن القضاء الإداري لم يكن يجوز له أن يحل إرادته محل إرادة الخصوم أو أحدهم في الدعوة، فيقوم بالتعديل في طلباتهم وإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة ولا أساس لها في الأوراق أو محاضر الجلسات. وأشار التقرير إلى أن مرتضى منصور مع حفظ الألقاب لم يتضمن طلباته أي إشارة من قريب أو بعيد بطلب حق الرد، ولم يقم في الأوراق أو لم يقدم في الأوراق ما يفيد اتباع الطرق القانونية بتعديل تلك الطلبات. هذا الكلام مسنودا الى تقرير مفوض الدولة اللي هو جاي في اليوم السابع في بند اخبار عاجلة. لا جاي في اليوم السابع وجاي في مصر، والاهم من كل ده الاهم من كل ده ان هذا التقرير هيكون تحت نظر المحكمة يوم 3 مايو المقبل لتقول كلمتها في هذه القضية. خلينا ناخد الكابتن احمد شوبير نفهم منه ايه الموضوع. كابتن شوبير مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ حمدي. اهلا وسهلا بك. قول لنا ايه اللي حصل. والله اللي حصل اللي حضرتك قلته بالظبط، والاستاذ حمدي تفضل مشكورا بتلاوته على الساده المشاهدين. ده التقرير، واذا كنت تصدقني انا اول مره تقريبا اسمع التفاصيل. انا المحامي الكبير الاستاذ عصام سلطان بلغني ظهرا انه يعني تقرير مفوض الدوله صدر لصالحنا، وقال لي انه في جلسه باذن الله يوم 3/5، وقال ان في صوره من التقرير هم استلموها من المحكمه، وانا هستلم نسخه منها بكره باذن الله عز وجل. يعني انا بس اسمح لي بعد اذن حضرتك انه حسب القاعده القانونيه المتبعه انه لا تعقيب على احكام القضاء، سواء كان بالسلب او بالايجاب، وده اللي انا نديت بيه قبل كده. سواء خسرت حكم او كسبت حكم فهو في النهايه اجتهاد، سواء اجتهاد اصاب او اجتهاد اخطا فهو في النهايه اجتهاد، والساده القضاء لهم منا كل الاجلال والاحترام والتقدير. يمكن انا بعد الحكم الاولاني يمكن صدرت مني كلمه يعني يمكن كانت شويه صعبه لما انا اتكلمت في البرنامج، كنت منفعل شويه، لكنه القضاء له احترامه وله تقديره، وبالتالي هذا ايضا ليس حكما. يعني ما صدر اليوم من مفوض الدوله هو لسه تقرير، هو تقرير قد ياخذ به القاضي وبيؤشر الى او بيدي مؤشرات، يعني قد يحكم به او قد لا يحكم به، ولكنه في النهايه هو مؤشر ومؤشر جيد، خاصه الحيثيات زي ما حضرتك ذكرتها. اعتقد انها حيثيات محترمه، وهي بتنتصر لحريه الراي وبتنتصر للحريه الامنيه. ولا لفت نظر يا كابتن شوبير في هذا هذا المنطوق نقطه مهمه جدا، ان الاستاذ المستشار مرتضى منصور لم يطلب ايقاف البرامج او غلق القناه، هكذا تقول الاوراق. لا، هو الخصم لم يطلب ايقاف البرامج على الاطلاق، لكنه كان طالب الغاء الترخيص الخاص بالقناه. يعني ايوه، العريضه الاولى اللي مبعوثه انها الغاء الترخيص الممنوح للقناه نفسها. لكن طبعا ده البند الاول، وده الحقيقه اللي انا حاولت اوضحه للناس كثيرا بعد صدور الحكم، انه كانت القضيه ضد القناه نفسها وليست ضدي بصفه شخصيه. صحيح انا كنت الخصم رقم 9، وزي ما قلت ان انا لم اعلن حتى من قبل القناه او من حد انه في قضيه ضدي، وبالتالي كابتن شوبير بس هنا اللي واضح في الكلام اللي موجود في المواقع انه ايضا قناة الحياة تقدمت بطعن على الحكم وقالت ان الحكم مجحف والى اخر ذلك، وموجود هذا الكلام، فالقناة ايضا تضامنت وبجانبك.
لا هو مش ايضا، هو حضرتك انه هو الحكم ضد قناة الحياة. يعني الحكم برضو اللي انا حاولت اوضحه برضو، وناس كتير كويس ان احنا بنتكلم بهدوء تام، يعني انه الحكم صدر ضد قناتي الحياة وليس ضد احمد شوبير. وهو كان رابعا، البند رابعا في الحكم اللي هو ايقاف بس البرامج الثلاثة، الكرة مع شوبير واستاد الحياة والملاعب اليوم، الفترة المناسبة طبقا لحجم المخالفة حسب ما رأى القاضي يعني في الأولى، واللي ده نفذته هيئة الاستثمار بإغلاق القناة لمدة ساعتين، ساعة كانت يوم خميس وساعة كانت يوم جمعة، وتم تنفيذ الحكم بالفعل بتسويد الشاشة. يعني الحكم لم يكن ضد أحمد شوبير لا من قريب ولا من بعيد، كان ضد البرامج الثلاثة بمنعها، وتم منعها لمدة 48 ساعة حسب ما قل لي بصراحة الموقف مع القناة ايه دلوقتي؟ موقف مع القناة، موقف مع الدكتور سيد بدوي. ده سؤال مهم، ده سؤال مهم. انا اولا الحقيقة بحترم جدا وبقدر جدا قناة الحياة، وممتن للفترة اللي انا عملت فيها في قناة الحياة لما يخرج من عامين كاملين اشتغلت فيها بكل الحب وبكل الاخلاص. لكنه انا يعني رسميا انتهت العلاقة التعاقدية بيني وبين قناة الحياة، وتم فسخ التعاقد بالتراضي بحضور ناس على مستوى عالي جدا، وانتهت العلاقة تماما بيني وبين قناة. يعني مثل هذا الحكم يعني لو قدر ان شاء الله وكل الامر متروك للقضاء، هذا التقرير يؤشر على يعني ان يبقى في حكم لصالح احمد شوبير، واذا كانت قناة الحياة تدخلت لصالح قناة الحياة اولا وثانيا لصالح احمد شوبير حسب ما احنا بنتكلم دلوقتي، هل هذا الحكم لا يعيد المياه لمجاريها، لا يعيد التفكير مرة اخرى في اعادة مثل هذه البرامج، خاصة انه جزء ايضا من النجاح المشترك بينكم وبين القناة كان وفق هذه المنظومة السابقة على ما جرى؟ مرة تانية يا استاذ حمدي واستاذ احمد، بوضح لحضرتك انه انا علاقتي بالدكتور سيد البدوي اكثر من ممتازة، راجل اكن له كل احترام وكل تقدير، لم ارى منه الا كل خير في عامين كاملين اشتغلت تحت رئاسته او تحت قيادته في قناة الحياة. لكن العلاقة التعاقدية بيني وبين الحياة انتهت تماما، علاقة العمل بيني وبين قناة الحياة انتهت تماما، ولا مجال لا من قريب او من بعيد العودة الى هذه الخطوة اللي بحترمها جدا وبقدرها جدا في حياتي. الدكتور سيد البدوي كإنسان، كشخص، كرجل له احترام وله تقدير كبير جدا مني انا شخصيا، ولي حوارات كثيرة جدا معه حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، رغم محاولة الكثير ومنهم للأسف من هم يعملون داخل قناة الحياة لمحاولة افساد هذه العلاقة، ولكنها مستمرة وممتدة. لكن علاقتي بالحياة يبقى السؤال يا استاذ كابتن شوبير، يبقى السؤال مهم جدا. المنطوق بتاع التقرير ايضا يتحدث ان المخالفات المنسوبة لاحمد شوبير مكانها القضاء الجنائي والنيابة، ماذا يعني لك لاحمد شوبير؟ ده الحقيقة اللي احنا كنا يعني بنتكلم فيه من البداية، ويمكن برضو غياب وجود محامي ليا الحقيقة في الجولة الاولى، لانه لم يطلع ولم يقرأ ولم يتقدم بمذكرات، لم يتقدم بدفوع، لم يتقدم بدفاع، خلى الساحة متروكة للخصم انه يتكلم وانه يقدم وانه يقول، وده اللي يمكن اللي عمل المشكلة من وجهة نظري انا الشخصية. بالتأكيد هناك بلاغات متبادلة في عند سيادة النائب العام وعند السيد المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، وهناك ايضا قضايا الان بتنظر امام محكمة جنايات الاسكندرية، وهناك بلاغ اعتقد سيحول قريبا الى محكمة الجنايات ايضا عما حدث في